سالما منعما وغانما مكرما. الفنان العراقي ماجد المهندس لم يتمالك دموعه أثناء تقديمه النشيد الوطني العراقي في حفل ختام بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 25، وهو ما قابله الجمهور بحفاوة كبيرة. هذا وقد استضاف ملعب البصرة الدولي نهاية البطولة بين العراق وعمان مساء الخميس، وانتهت بفوز أسود الرافدين ب3 أهداف ل2 ليتوج بلقب البطولة بعد سنوات طويلة. كما وقد أحيا المهندس حفل ختام البطولة برفقة الفنانة الإماراتية أحلام الشمس. الحسام واليارع للكلام والنزاع رمزنا. ومن ناحية أخرى لفتة نالت تصفيقا كبيرا من الجمهور عندما قبل ماجد المهندس أرض استاد البصرة فور نزوله من الطائرة. حبيبي 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 مجنون. هذا وقد قدمت أحلام من أرض استاد البصرة أغنية وجه بغداد من ألبومها رزق الورد، إذ أنه لم يسبق لها الغناء في أي من المدن العراقية. أحلام تفاعلت بشكل كبير مع غنائها الأول في العراق عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وقالت في الحفل: تشريف إني كنت بينكم اليوم أنا بنت زايد بنت الإمارات، إلى أهل العراق الغاليين أحبكم، يعني إن شاء الله الفرح دايما حليفكم، أشوفكم على خير إن شاء الله. يعني إن شاء الله دائما الفرح حليفكم، أشوفكم على خير إن شاء الله.